هنعمل طريقة حواوشي، طريقة لذيذة جدًا، بس لو أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وشير لو عجبك الفيديو. هنعمل طريقة لذيذة جدًا، حواوشي في البيت طبعًا تحفة أحسن من الشارع بكتير. أنا بصراحة عملت نص كيلو لحمة عند الجزار، فرم لي عليهم 3 بصلات كبار، وبعد كده حطيت التوابل بتاعتي ال7 بهارات والملح، وحطيت فلفل أسود، وهاحط فلفل ألوان. هاحط فلفل ألوان طبعًا كلّهم بقى رجعت في كلامي ورجعت حطيتهم كلّهم. أنتِ حابة بصراحة تحطي فلفل حراق عشان لو الحواوشي أنتِ عايزاه spicy براحتك برضه، قطّعي فلفل كده الحراق على الفلفل الألوان، ولو ما عندكيش فلفل حراق وعندِك فلفل ألوان بس ممكن تزوّدي شطة، لو أنتِ حابة الحواوشي يبقى spicy شوية. أنا بصراحة جِبت عيش بلدي وقطعته بالنُص وحطيت اللحمة المفرومة كلّها بالفلفل الألوان، عملت بيضاية فلفل أسود وحطيتها في الرغيف من جوّه. أنا بصراحة باحب أعمل الحواوشي على الصاجة بتاعة الميكروويف، بادهنها حاجة بسيطة كده بالفرشة. الصاجة دي بصراحة بتنجز معايا حاجات كتيرة جدًا، يعني ممكن أشوي عليها بتنجان زي حلقة المسقعة اللي عملتها قبل كده، نشوي عليها طبعًا كبدة، بصراحة بتنجز معايا في حاجات كتيرة جدًا. بصراحة ما بادهنهاش زيت كتير، بالفرشة كده وبتطلع بصراحة الحاجة معايا كويسة. وبعد ما باعمل الحواوشي يا دوبك الجنب دوّة يحمر مني شوية وأقلبه الناحية التانية وآخدهم على مناديل، بس كده. باعمل بقى فحماية على النار، أحط عليها شوية زيت يا دوبك الدخان ده يطلع وأروح عاملة بغطا الحلة، بس كده. إحنا كده خلاص خلصنا الحواوشي، طبعًا ريحته جميلة وتحفة ومعمول في البيت. أنا جبت طحينة حطيت عليها ربع معلقة توم وشوية خل، وهاحط كوباية زبادي. أنا بصراحة باحب دايمًا الطحينة أحط عليها دايمًا بزبادي، بترمي معايا شوية كتار وبتبقى بصراحة طعمها حلوة جدًا غير الطحينة اللي هي العادية اللي إحنا بنعملها دايمًا. وبعد كده هامسكها أحط عليها شوية فلفل أسود، وهاحط ذرة ملح، وبعد كده هنحط عليها كمون. بصراحة طريقة حلوة واعمليها في البيت وبسيط الولاد وبتوفر معانا طبعا بكتير. رغيف الحواوشي طبعا دلوقتي بره واصل ل25 و30، ده أقل رغيف حواوشي. طبعا احنا مش ضامنين اللحمة اللي بيعملوها. اعملي كل حاجة في البيت ووفري وبسيطي الولاد. واحنا كده خلاص خلصنا طريقة الحواوشي. بصوا البيت طبعا بيبقى بصراحة أنا عندي الولاد دايما بتحب الحواوشي والهمبرجر، دايما أحب أحط جواه بيض. بصراحة طريقة حلوة وجميلة، وباحب بصراحة أعمل كل حاجتي في البيت. اتعلمي واعملي، مش عيب، مش كل حاجة أنا مش باعرف أعمل، لأ اتعلمي واعملي. ويا رب يكون الفيديو البسيط ده عجبكم، ما تنسوش تعملوا لي اشتراك. باحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.